يا صباح الخير عليك. هنعمل النهاردة فتة البتنجان. بس قبل ما نبدأ الوصفة، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ وصفتنا. أنا بوريكي كده البتنجان اللي فتحتها كبيرة دي والبتنجان اللي فتحتها صغيرة. اللي فتحتها صغيرة ديت ما تشتريهاش، لأن بيبقى البذر بتاعها كتير. البتنجان اللي فتحتها كبيرة ده بتبقى بيضة شمع من جوه. شوفي، بيضة مفيش فيها اي بذر ولا فيها اي حاجة. انا قصدت اجيب ديت واجيب ديت عشان اوريكي الفرق ما بينهم الاتنين. هبدأ بقى اقطع البتنجان طولي كده، وبعد كده اقطعه مكعبات، وهكرر كده مع البتنجان كله، واقطعه طولي وارجع اقطعه مكعبات. وبعد ما اخلصه خالص، بعد ما اخلص تقطيعه بقى هحطه في مصفى، وهنزل عليه برشة ملح عشان ينزل السوائل او المية اللي فيه، عشان ما ياخدش زيادة كتير ولا يشرب زيت. او نحطه في مية بملح ونضغط عليه، وبعد كده نصفيه ونحطه على مناديل مطبخ ينشفه. قدامك الطريقتين، اللي تحبي تعمليها اعمليها، قلبة لفوق وتحت كده عشان الملح يتغلغل فيه كله. معايا بقى بطاطس، هقطعها برضو صوابع كده، وارجع اقطعها تاني مكعبات. بعد ما اقطعها واخلصها، هنزل بقى بطاسة على البوتاجاز، احط فيها زيت بعد ما يسخن، وانزل بالبطاطس تتحمر. عندي بقى اي خبز او اي عيش عندك، همسكه اقطعه كده، لا بالسكينة لا اما بالمقص، وانا بالنسبة لي كان المقص اسهل. هقطعه شرايح كده ومكعبات صغيرة. هنا معايا البطاطس كانت اتحمرت، هبدأ اشيلها بقى من الزيت على مناديل مطبخ كده، وارفعها عليها عشان تمتص الزيوت، وانزل بقى بالعيش احمره. بس قبل ما ياخد اللون معاكي اشتليه، لانه هيفضل يتحمر حتى بعد ما هتشيليه بسخونته. فقبل ما ياخد اللون الاصفر اشتليه، علشان هو خداع وممكن يسود معاكي او يتحرق معاكي. هنا هنزل بالبتنجان، في طاسة تانية كده علشان اسعف نفسي هنزل براس توم او براسين توم ورشة ملح، وهحمرهم تحميرة حلوة. هنا رجعت للبتنجان زي الفل معايا. التوم معايا كده اتحمر، هشيله بقى على منديل مطبخ بمصفى بقى عندك كده علشان ينزل الزيوت اللي فيه ويسعفك وانت بتشتغلي. هحط انا معلقتين بقى من التوم، هسيبهم مكانهم في الطاسة، وانزل بمعلقتين صلصة، او لو عندك عصير طماطم انزلي بيه. انا نزلت بمعلقتين صلصة كده او 3 على التوم، وهنزل بكوباية مية سخنة ونص معلقة سماق ومعلقة ملح وكزبرة ومعلقتين دبس رمان، وهقلب وهسيبها تتسبك مع بعضها كده، واروح للبتنجان بقى. كده بوريكم التوم اهوت لما احمر طلعته على منديل. هبدأ بقى اعمل سلطة الزبادي. هنزل بزبادية كبيرة او زبادتين صغيرين، اللي هي العلب الصغيرة او العلبة الكبيرة، وهنزل بثلاث 4 معالق من الطحينة وعصرة ليمونتين. تمام كده.
معلقة توم مفروم ورشة ملح، وهقلبهم كده كويس. بقى انا كده حطيت زبادي وحطيت الطحينة والليمون ورشة الملح. هنا هشيل البتنجان بقى اللي اتحمر معايا، والصلصة هنا برضو تمام تمام كده. هنا بوريك العيش اتحمر معايا والبطاطس والثوم، وكان عندي برضو كوباية حمص سلقتها، والطحينة اللي انا عملتها طحينة الزبادي، والصلصة، والبتنجان اللي انا حمرته. صينية بقى انزل في القاع بالعيش المتحمر، هنزل بطبقة من العيش، وانزل بطبقة البسنجان، هوزع البتنجان كده، وانزل برضو بحبة من الحمص، وهنزل بشوية صلصة من اللي انا عاملاهم، اوزعهم كده على الصينية، وهنزل بقى من الصوص الابيض، وهاخد شوية من الثوم المتحمر ده، ما تخافيش مش هيعمل حموضة ولا حاجة طالما مقلي ووصل لدرجة القلية ديت. وهنزل بطبقة من العيش اوزعها كده في الصينية، وبرضو طبقة من الحمص. الوجبة ديت ما شاء الله عليها في الطعامة، تنفع معاكي وجبة عشاء، تنفع معاكي وجبة غدا، يعني جميلة بمعنى الكلمة. هنزل بطبقة بقى من الصوص الأبيض اللي أنا عملته بالطحينة بالزبادي. بجد بجد وجبة رهيبة. هجرنش بقى من فوق شوية كزبرة أو شوية بقدونس أو أي حاجة خضرا عندك، جرنشي بها كده، بتغير الشكل وبتعطي طعم جميل معاكي. وما شاء الله عليها في الطعامة، ما شاء الله، والله كانت وجبة ما شاء الله. أتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.